السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه ده بقى؟ انت رايحه فين كده؟ الشاطر بقى يعرف انا رايحه فين من الطريق ده. شايفين الخضره والجمال والكرنب المزروع؟ ها، الكرنب المزروع اللي متابعني هو اللي هيعرف انا رايحه فين. شايفين السما ده جميله ازاي وصافيه ازاي وحلوه قوي ازاي، والخضره اللهم لك الحمد. ربنا يديمها علينا نعمة، صفاء السماء وجمال الحياة كده. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. نزلت بقى كرداسة تاني، سوق الاتنين تاني، يوم الاتنين النهاردة، عشان خاطر لما رحت يوم الاتنين اللي فات حصلت مشكلة. ده بتاع الكفرات والسكرينات والشواحن الحاجات دي، حصلت مشكله. فقلت ان انا ايه لازم ارجع تاني. لما رحت خدت الحاجه من عند بتاع التليفونات، كان هو مركب لي سكرين على التليفون بتاعي، وكنت واخده منه سكرينه للتليفون التاني بتاع ابني، وكنت واخده منه حاجات تانية. فلما جيت حسبته على الحاجات اللي في ايدي، ونسيت احاسبه على الحاجات اللي هو الحاجه اللي هو ركبها لي، اللي هي السكرينه اللي ركبها لي. فطبعا السكرينه ب 15 جنيه او ب 12 ونص، كمان واخداها منه ب 12 ونص. فبالنسبه فهي حاجه لا تذكر ومبلغ لا يذكر، بس طبعا انا يعني تذكرت وحرام ان انا اقبل حاجه مش بتاعتي. هنا عندكم الراجل ده بيبيع حاجات براندات عالميه بجد، وهم 35 جنيه اي حاجه. هو عنده كرتونه كده جنبه بيطلع منها الحاجه وبيقول وبيعرضها كده للناس، والناس تقول له ايوه انا احذفها لي، انا بيروح حادفها له. حاجات وهم اطفالي كبير، حاجات تحفه، براندات عالميه. بتبقى فيها غلطه بسيطه او في حاجات ما فيهاش غلطه اصلا. شايفين بقى الحفاظات هنا؟ الحفاظات السعودي ديت ب 350 جنيه. انا رحت جبت حفاظه ودي ب 500 الا 10 جنيه، يعني ب 480 جنيه بس، وهم اللي هي بتعمل على الارض. طبعا انا رحت الاول بتاع الكفرات واكسسوارات الموبايلات، لقيته مش موجود. فرحت قلت اشوف الحاجات التانية اللي هجيبها وارجع له تاني، استغل الوقت عشان خاطر اخلص بسرعه عشان الحق اجيب اولادي. قعدت بقى جبت من عنده وصلة شاحن للموبايل بتاع ابني، وحاسبته على الشاشه اللي انا اخدتها منه. ونسيت ان انا احاسبه عليها، السكرين يا ربي اللي انا اخدتها منه ونسيت احاسبه عليها. ربنا ما يجعلنا ناكل حرام ولا ناخد حاجه حرام. اوحش حاجه في الدنيا الحرام بجد. مش انت اللي مش هتنفعي او مش هيخش عليك انت بالخراب، بس ده انت مش هتنفعي والذريه مش هتنفع ولا عيالك هينفعوا، وهتلاقي انت بتصرفيه في حاجه يعني في الامراض وفي الحاجات الوحشه. اللهم عافينا. اللحمه طبعا شفتوها، كرداسه مشهوره باللحمه الجملي. مفيش اجمل من اللحمه الجملي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سبحان الله. اللي عدى من شويه في سبا الصغير ده ارانب. هناك اصلا في اللي هو سوق البط والطيور والسوق البهايم والمواشي والحاجات دي، بس جوه خالص طبعا مستحيل اخشه. وقفت هنا عشان اجيب سكينه، وانا بقشر البطاطس مش لاقي السكاكين الصغيره بتاعتي خالص، بتترمي في الزباله واللي اتكسر وبيتوه. فقلت بقى اروح اشتري ايه سكاكين. جبت من عند كل واحد سكينه، يعني جبت من عند ده السكينه ب 10 جنيه، وجبت اللي هي بتاعت البطاطس دي كذا شكل البطاطس ب7.5. جبت من عند واحد تاني نفس السكينه ب12.5، بس جبتها قبل ما اجيبها من عند ده. وجبت سكينه التقليد من بتاعتي اللي هي البراون. عندي سكينه كده لونها زرقاء هتشوفوها دلوقتي، براون، ماركه براون. جبتها من السوق ب10 جنيه، بس هي التقليد مش براون. فهنا عنده اي حاجه ب7.5 وب10 جنيه، ب7.5 وب10 جنيه، حاجات يعني ببلاش كده زي ما بيقولوا كده. دخلت على السوق، قلت بقى ادام جيت بالمره اخش اصرف فلوس. احنا بنلاقي الفلوس في الارض يا جماعه. ربنا يرحمنا برحمته يا رب ويوسع رزق العباد. هنا بقى في تكاتك بياخدوكي يروحوكي يودوكي اماكن اللي هي قريبه. انا مش عارفه الاماكن اللي هي قريبه من هناك قوي. هنا المج ب5 جنيه الصيني. هنا بقى الكلونه بتاع الاطفال والكبار، حاجات فظيعه. الصغير ب20 جنيه والكبير ب35 جنيه، اللي هو الكريستال والشبك والحاجات اللي هي المدلعه دي. رحت بقى جبت اللي انا عايزاه من عند بتاع الكلونه ده. وفي كلونه بدون شراب، وفي كلونه مقفول اللي هو بشراب كده. خدت بقى اللي انا عايزاه ورحت رايحه اجيب شوز من عند الطايش. ما انا ما ينفعش اروح كرداسه وما اعديش على الطايش. اي حاجه على الستاند ب100 جنيه يا جماعه، اي حاجه على الستاند ب100 جنيه.
انا عجبني الشوز ده قوي لابني، بس عشان خاطر في بينك اللي هي علامه النايك دي بينك، انا كنت حاسه ان هو بتاع بنات يعني او حاجه. راح لقيت جوه فيه اللي هو الابيض، وفي هو ده حاطه على الستاند بره ب 100 جنيه، اصلا اللي هو عنده جوه في المحل ب 250 جنيه. يعني اللي عنده في المحل ب 250 جنيه. الالوان بقى اللي انت عايزاها ده في ديفو كده صغير، عشان كده ب 100 جنيه. ديفو مش باين اصلا خالص نهائي. انا كل ما اروح اقول له مش هتصفي بقى المخزن بقى وتبيع ب 50 جنيه، قال لي ما هو ده ب 50 جنيه. اللي كان بيتباع ب 50 جنيه بقى ب 100 جنيه دلوقتي. المحل الطايش ده محل واخد براند من الصين، وبيصنع هنا، بياخد حاجات من الصين وبيقفلها هنا حاجات وهم. عندنا هنا بقى جيت عند ده بيبيع المفارش بتاع التلاجات دي الساده، شكلها حلو قوي، مورده كده جميله، مورده ساده فظيعه ب 10 جنيه تقريبا، الاربع ارفف او 5. المريالة ب10 جنيه، المفرش ب20، وفي مفرش تقيل سنة ب25 جنيه. جميل قوي. انا جبت المفرش كنت هجيب الموف ده، وبعدين قلت هاتي الاحمر. الاحمر شكله يعني بيوح لرمضان اكتر كده زي ما بيقولوا. هوريكم اصلا في اخر الفيديو المشتريات اللي انا اشتريتها من كرداسة النهارده، يوم 14 شعبان. انا كنت صايمه بقى يا جماعه وتعبانه جدا، واصلا لما صايمه ما بحبش انزل اتعرض للشمس او امشي كتير، وكنت متسحره فسيخ. الله يسامحك يا جوزي. كنت متسحره فسيخ وصايمه وتعبانه ومش نايمه كويس، نايمه متاخر. ف يعني كانت الدنيا جايه كده معايا. فالحمد لله يا رب، الحمد لله، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب، اللهم امين. اللهم تقبل، ربنا يتقبل. قلت بقى امشي اوريكم. وهنا اي قلم باين ب2 جنيه ونص. بيتباع في المحلات القلم ب10 جنيه وب12 ونص بجد. هنا بقى عندكم الزينه بيقولوا 5 متر، 5 متر، بس واحده قاسيتها قدامي لقيتها 4 متر ب7 ونص، اللي هي الاشكال اللي عليها اشكال الحاجات الرماديه، الاشكال الرمضانيه او الاشخاص الرمضانيه، واللي هي عليها شكل رمضان ده ب5 جنيه. الطرح بقى نقي وحط وامشي وخد وامشي ب10 جنيه الطرحه اللي هي في الشارع دي. ما سالتش على الشوز ده بكام. في بقى عندهم الحاجات اللي هي الطبيه، اللي هي معصم الايد والرجل وكده، دي باين على اي حاجه على العربيه دي ب7 ونص. الكوبايات بقى شايفين، اصل الملكه ده بيبيع لبس بناتي حلو قوي برضو. انا بعشق كرداسه والله العظيم بجد. يعني معظم لبسي او معظم دريستاتي اللي انا بلبسها من كرداسه. في اماكن هناك محلات فظيعه. هنا الشوز ب130 جنيه، ب130 جنيه يا جماعه في السوق، ومحل على فكره وفارش قدام المحل بتاعه، يعني صاحب المحل بيفرش قدام المحل بتاعه عشان خاطر ده بيبقى يوم سوق يعني كده. الناس اللي بيبقوا ماشيين وشايلين البلالين او شايلين توك او شايلين جلب الانبوبه والحاجات دي ب5 جنيه، بتبقى كميه كبيره قوي في الكيس ب5 جنيه. البلاستيكات اي حاجه ب10 جنيه، اي حاجه ب10 جنيه عنده، والبلاستيك بتاعها من البلاستيك النوع نضيف بجد. انا بقى ما قدرتش اصور اكتر من كده لان كنت صايمه وتعبانه وطالع عينيا، فقفلت الكاميرا وقلت استكفى على كده. دخلت اكمل بقيه حاجتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتسيبوا لي تعليق حلو زيكم.